السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الغاليين، طبعا كل سنة وانتم طيبين. عيد الأضحى على الأبواب، وطبعا احنا غايبين عليكم بقالنا كتير في الفيديوهات، معذرة طبعا حبايبي اخواتي. كنت عايزة النهاردة اعمل لكم وصفة سهلة وسريعة، اتمنى انها تنول اعجابكم. هنعمل لكم النهاردة البيتزا، هنعمل لكم بيتزا بالفراخ وبيتزا بالتونة، واعمل لكم بيتزا ميكس جبن. يلا مكونات. طبعا العجينة بتاعتنا معانا 4 كوبايات دقيق، كوباية وربع لبن، ربع كوباية زيت، ومعانا بيضايه، ومعانا خميره فوريه، ومعانا صلصه بيوريه اللي هي الصلصه الجاهزه، او نعمل صلصه في البيت عادي، ومعانا طبعا زيتون للتسجين، ومعانا طماطم وفلفل. يلا هنبتدي نجيب طبق طبعا فاضي عشان نبتدي نعجن فيه. هنبتدي بقى هنحط كوبايه وربع لبن عشان نجهز العجينه بتاعتنا. هننزل بربع كوبايه اللبن، بقى كده حطينا كوبايه وربع لبن. هننزل بالبضايه، هننزل ببضايه واحده على 4 كوبايات دقيق. هنحط معلقه خميره فوريه طبعا، كده معلقه خميره. وهننزل بالزيت بتاعنا، وهننزل بمعلقه سكر، وهنبتدي نقلب المكونات بتاعتنا. هنقلب طبعا الماده السائله بتاعتي، هفضل اقلب فيها لغايه ما احس ان الخميره بتتفاعل مع اللبن. طبعا اللبن ما ينفعش يتحط بارد، هنحطه دافي. بحطه بس على النار سنه بسيطه، وبعد كده بقفل عليه. وبحط طبعا على كل 4 كوبايات دقيق، كوبايه وربع لبن زي ما انتوا شفتوا معانا. واول ما نيجي نحط الدقيق هنحط معلقه ملح. يلا هبتدي انزل بالدقيق بتاعنا. هننزل بكوبايه عشان طبعا المضرب مش هينفع يكمل الكميه بالتقليب بالمضرب، هيبقى ضعيف على الدقيق. وطبعا هنسيبها ساعه، بما اننا احنا في الصيف، فالخميره مع العجين هتتفاعل على طول، مش هتاخد وقت زي الشتاء. طبعا الجو دافي. ودي الكوبايه التانيه في الدقيق. تالت كوبايه لبن، وهقلب طبعا، وهحط طبعا تالت كوبايه دقيق، وابتدي بقى اقلب يدوي بايدي، لان طبعا كده المضرب مش هيمشي مع الدقيق. يلا طبعا احنا كملنا اهو بقيه عجن الكميه بتاعه العجينه بتاعتي، عشان طبعا ما كانش هينفع خالص بالمضرب. يلا اهو العجينه اهي بقت جميله وطريه وملسه خالص. يلا هنسيبها على الاقل نص ساعه عشان تخمر شويه، وبعد كده نبتدي نجهز حاجه البيتزا. يلا بينا نروح نسوي الفراخ بتاعتنا اللي هنحطها حشوه للبيتزا. يلا هنبتدي. طبعا قطعنا الفراخ قطع صغيره، هننزل على نار عاليه طبعا عشان احنا مش عايزين الفراخ تنزل ميه خالص. هنعلي النار وهنقلب بقى الفراخ بتاعتنا، وما نحس انها اتحمرت هننزل بالبهارات بتاعتنا. طبعا انا ولا هحط بصل ولا اي حاجه خالص، هحط كل التوابل عليها بس. طبعا الفراخ اهي بدات تاخد كفر، لونها يتغير، بدات تستوي. يلا هننزل بقى بتوم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما وملح فلفل اسمر. يلا هننزل بكل البهارات دي، وبعد كده هنخلص سوا الفراخ عشان نبتدي بقى تكون العجينه بتاعتنا خمرت. نبتدي نجهز بقى في البيتزا بتاعتنا. يلا البهارات اهو اللي انا قلت لكم عليها، توم باودر وبصل باودر وبهارات شاورما وفلفل اسمر وملح.
يلا هننزل بيهم على الفراخ بتاعتنا. هقلب طبعا البهارات في الفراخ ويا دوبك هتستوي وانزلها على طول. العجينه اهي خمرت معانا. يلا هنبتدي ننزل بقى العجينه كده ونلمها عشان نبتدي نفردها في الصينيه بتاعتنا. نفردها على الرخامه الاول وبعد كده نفردها في الصينيه بتاعتنا. طبعا احنا فرشنا دقيق على الرخامه وهنجيب احنا طبعا ال4 كوبايات دقيق هيتعملوا بيض زيتين كبار. احنا هنفرد هنا على طول. شايفين العجينه جميله ازاي وطريه، ما بتلزقش خالص، حلوه جدا. يلا احنا كده فردناها نص فرده على الرخامه. هبتدي بقى اخدها افردها في الصينيه بتاعتنا. يلا انا دهنت اهو في الصينيه بتاعتي الزيت وهبتدي افرد العجينه بتاعتي. هفردها بقى وبعد كده نرجع مع بعض نشوف ايه واحنا بنشكل البيتزا بتاعتنا. انا فردت اهو العجينه بتاعتي اول صينيه. هعمل الصينيه التانية برضو واسيبها تريح شويه في الصينيه. طبعا احنا فردنا العجينه اهو في الصينيه. هبتدي طبعا افرد في العجينه التانية اللي هي بتاعت الصينيه التانية بقيه الكميه بتاعتي. يلا هفردها عشان اسيب الاولانيه ديت تريح شويه وبعد كده ايه نفرد التانية. انا فردت اهو الصينيه التانية. طبعا هنبتدي بقى نجهز الصلصه بتاعتنا. نحط الصلصه بتاعتنا في طبق واحط عليها شويه زعتر وسنه ملح. يلا نبتدي ندهن البيتزا من فوق الوش بتاعها. طبعا معانا كيس الصلصه فتحناه وهننزل بيه في الطبق بتاعنا. وهنزل طبعا بمعلقتين زيت صغيرين ان هما بس يدوها اللمعه. دي طبعا طماطم متسبكه، عندك طماطم في البيت تمام اضربيها وجهزيها على النار انها تتسبك. يلا هبتدي انزل يعتبر بمعدل معلقتين زيت وهقلب وهنزل بسنه زعتر صغيره. مش هكتر زعتر بس هو الزعتر بيبقى حلو جدا في البيتزا. معانا اهو شويه زعتر. هنحط شويه زعتر على الصلصه وهنجيب سنه ملح صغيره هننزل بيها برضو على الصلصه بتاعتنا وسنه فلفل اسمر. يلا اهو هنبتدي نقلب. طبعا حطينا فلفل اسمر، سنه فلفل اسمر صغيره مع سنه الزعتر مع معلقتين الزيت مع ايه نص معلقه ملح صغيره. يلا هنبتدي ندهن وش البيتزا بتاعتنا. يلا هنبتدي نخرم طبعا البيتزا بتاعتنا. هنخرمها عشان لما تيجي طبعا تدخل الفرن ما تتنفخش ويبقى شكلها مش حلو. لا كده احنا بنخرج الهواء منها وفي نفس الوقت انها تستوي كويس. زي المعجنات بالظبط يا حبايبي. بنخرم برضو وش القرص وكده. يلا اديني اهو خرمت الوش كله. هنبتدي بقى ندهن وش البيتزا بتاعتنا بالصلصه. مش هكتر برضو ان هي ما تجزعش معانا. وفي ناس مش بتحب الصلصه كتير على فوق الوش بتاع البيتزا عشان برضو في نفس الوقت ما يطريهاش. احنا بنديها بس لون وخلاص. يلا هدهن بقى الوش وبعد كده ارجع معاكم نشوف ايه الخطوه اللي بعد كده بتاعتنا. احنا طبعا قطعنا الطماطم بتاعتنا طرنشات. هنبتدي ننزل بالطماطم بتاعتنا. طبعا احنا ديت هنحشيها فراخ. الفراخ اللي احنا عملناها سوا هننزل بيها على ايه على صينيه البيتزا. مش هنكتر برضو ان هي متجزعش معانا وفي نفس الوقت ايه يبقى طعم الفراخ ظاهر فيها. ننزل طبعا بالفلفل. طبعا قطعنا الفلفل بتاعنا طرنشات. هرص بقى الفلفل ونرجع مع بعض نشوف بقى ايه هنحط ايه بعد كده عشان ما نطولش عليكم بس. يلا هننزل بالفراخ بتاعتنا
اللي احنا عملناها طبعا شوحناها على النار. هحط الفراخ بقى كلها، بعد كده هنرجع مع بعض نشوف ايه بقى الخطوة اللي بعد كده. خلصت. يلا هنبتدي ننزل بالزيتون بتاعنا. هحط الزيتون طبعا، واللي حابب برضو يحط الفلفل سبايسي ماشي، حابب يحطه فلفل رومي عادي ماشي، كله بينفع. احنا طبعا عشان الاطفال فما ينفعش ان احنا نعمل حاجه سبايسي، بس لان في اطفال مش بيحبوا الحاجه الحراقه خالص. هنحط زيتون بس مش هنكتر طبعا عشان ما تحرقش، عشان لسه هنحط ميكس جبن. احنا كده طبعا رصينا الزيتون بتاعنا، حطينا الزيتون الاسمر بتاعنا. هنبتدي ننزل بالميكس الجبن بتاعنا وهننزل بيه فوق الوش. طبعا احنا مسافه ما نحس ان الصينيه استوت من تحت هنطلعها فوق طبعا على الشوايه عشان الجبن بتاعتنا ما تنشفش. في ناس بيحطوا الجبن قرب ما بتيجي تستوي، لا انا مش بحبها كده. الطريقه دي بجربها على طول، والطريقه دي جميله جدا في الاكل. هنبتدي ننزل طبعا بالجبنه الموتزاريلا بتاعتنا. يا سلام على جمال الموتزاريلا بتاعتنا وطعمها الجميل، المطه بتاعتها العاليه جدا، وطبعا هي ايه شيء اساسي في البيتزا. يلا هنبتدي بقى ندخل البيتزا بتاعتنا الفرن تستوي، عقبال ما اشكل بقى البيتزا اللي هي بالتونه، وخلاص على كده. يلا هندخلها الفرن بقى واوريها لكم بعد ما تخرج، عقبال بقى ما نشكل اللي هي ايه بيتزايه الجبنه. طبعا انا خلصت اهو البيتزا بتاعت التونه. يلا هنبتدي ندخلها في الفرن، وما يستووا بقى هخرجهم لكم واوريكم بقى ايه الشكل النهائي بتاعهم. وبكده حبايبي نكون طلعنا البيتزا من الفرن. البيتزا بتاعتنا الجميله دي بيتزا الفراخ، طبعا احنا مكترين فيها الجبنه شويه، لكن دي بيتزا التونه. يلا هنبتدي نقطعها بقى واوريكم الشكل النهائي للاكل. وبكده نكون وصلنا للشكل النهائي بتاع البيتزا بتاعت النهارده. يلا حبايبي استنى تقولولي ان انتوا جربتوا طريقه النهارده وعجبتكم. طبعا عملنا البيتزا بكل اشكالها وبكل التركات بتاعتها. اتمنى ما تنسوناش في الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ومنتظراكم منتظره الكومنتات الجميله بتاعت اخواتي. يلا حبايبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.